الدولار وانا بقول لحضراتكم اهو مش هيوصل للارقام اللي كانت قبل كده، والايام جايه ربنا يدينا ويديكم الصح. اوبس، الدولار بقى ب 10 جنيه. انا بقول لكم وهتشوفوا الدولار ضرب في ال11. هو دلوقتي في النازل مش في الطالع، كل شويه الدولار طالع طالع طالع، مفيش يوم طالع نازل. سبت مصر اسبوع واحد الدولار كان ب 10 جنيه، رجعت لقيته ب 11 ونص. دلوقتي الدولار نازل نازل نازل. الاخضر وصل الدولار ل 13 ونص، هو رايح فين؟ نازل نازل نازل. النهارده الدولار بيوصل ل 13 جنيه و85 قرش، ولا يهز شعره بحاول امسك شعره مش لاقي. لا هيطلع تاني 16 دولار بقى ب 16 جنيه ولا 18 الدولار 18 جنيه، ولا هيوصل ل 20. السعر الرسمي في حدود 19 و15 قرش. طب ما وصلش ل 20 جنيه لما صحيتوا ما لقيتش الدولار بقى ب 20 صحيح. واحد بيقول لي دلوقتي انت فاكر لما قلت الدولار مش هيجيب ال 20؟ الدولار النهارده واصل ل 20 جنيه. بس بعد كده ما اتكلمتش تاني. كانوا منتظرين الدولار يوصل 23. لا ده هيبقى ب 23. فتي ناس بتفتي. سعر الدولار دلوقتي بره وجوه ب 23 وشويه. انا بقول لك فتي. ندي للناس نصيحه، اتفضل. خلي بالكم ان الارتفاع فعلا في الدولار النهارده 23 دي فتره بسيطه. حضرتك بتقول الدولار هيهدى. مؤكد مش هيطلع زي ما اتقال 24 و25. بيحكوا في ارقام بيحكوا في فلكيه. ارقام فلكيه. سعر الدولار هذه الايام 25 جنيه. اللي كانوا بيتاجروا في الدولار وخدوا هبده جامده جدا. الدولار تجاوز 25، ناس خسرت خسائر رهيبه. وصل سعر الدولار 26 جنيه. خسائر اشتروا وعملوا وفي الاخر ربنا اداهم ولسه وصل فيه البنوك 26 27. دلوقتي مش عارفين يتصرفوا فيه ب 29 و30. الدولار 28 و29 جنيه. انا اعرف رجال اعمال كانوا بيتكلموا على 30 جنيه. كانوا بيراهنوا على ان الدولار ده طالع 30 جنيه. اللي كان عشمان بكره هيلاقي الدولار ب 30 مش هيبقى ب 30. طب طلع كام الدولار؟ دولار جاب ال 30 جنيه. عايز اقول لكم الدولار طالع، يا رب بس ما يوصلش ل 30.